برج العقرب، حياتك والخبرة هتخرجك من الحفرة. فترة من الفترات التي تبدأ معكم من يوم 4 إلى يوم 9 سبتمبر 2025 لديكم كده مرحلة إنقاذ أو نجاة، وستكون أفكارك وطريقتك وخبرتك هي سبب من أسباب هذا الأمر. هتكون لماح جدا، عندك الفكر المناسب، وفترة من الفترات التي ستكون فيها جبار في قراراتك التي ستكون صاعقة. فترة رائعة جدا على فكرة، وأنتم من المحظوظين، لكن نحذر من سقطات يوم 7. يوم 7 الخطير الذي يحدث فيه قمر مكتمل وخسوف منتظر، وهذا اليوم من الممكن أن يكون بداية أحداث هامة لحياتك وحياة الجميع وحتى على المستوى العالمي. يوم مهم جدا، وافتكروا كلامي ده، يوم 7 سبتمبر. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحله، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوف الحياه والعلم بجد. اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السوداء الأكثر حظك والحظ، كل شيء. ودي أمانة، وحياتك أمانة. والناس اللي عملت معانا قراءات اكتشفوا بلاوي زرقاء كانوا عايشين فيها للأسف. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة مهمة جدا في حياة حبايبي برج العقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العقرب، الفترة من يوم 4 إلى يوم 9 شهر سبتمبر 2025. هذا اليوم أو تلك بداية من هذا اليوم هو يوم بيفتح المجال عند الكثيرين منكم لإنك تتبع أساليب وتكتشف أمور وتستخدم رؤيتك أنت فقط. القمر في البداية في بيتك الثالث، بيت المهارة، بيت الأفكار، بيت الأسلوب والطريقة. فترة من الفترات اللي هتبدأ فيها حرفيا انك تمشي خطوات لقدام مع نفسك تاني، تمشي خطوات لقدام بقراراتك انت الشخصية، لانك عندك فترة مصيرية. فوجود القمر في برج الجدي يوم 4، وهو يكون على فكرة متواجد من يوم 3، لكن بما اننا بدأنا من يوم 4 المرحلة زي ما قلت كده، موضوع المهارة الفكر، لكن في امر مهم جدا وهو عودة بعض العلاقات، وستكون بشروطك. عودة بعض العلاقات وهتفرض عليها يعني هل وارد ان ممكن علاقات ترجع؟ بنسبة كبيرة جدا، لكن هتبقى بشروطك على الاقل، لانك هتكون عنيد ولن ترضى باقل من ما تريد. وفترة من الفترات التي ستكون فيها يعني انت من اكثر الشخصيات قدرة على تحليل كل شيء. عندك الجزئيه دي، الحاسه السادسه عاليه، وانت اصلا برج العقرب برج خطير في الجزئيه دي. فتره مهمه، وفتره ستكون فيها انت من اكثر الشخصيات، خاصه يوم 4، من اكثر الشخصيات تحقيقا لهدف ومهاره وكل شيء. ناتي للفتره الاصعب. الفتره الاصعب هي يوم 5 ويوم 6. 5 و6. 5 و6 انتقال القمر الى برج الدلو. وحتى انت علاقتك مع برج الدلو خاصة في العلاقات العاطفية مش احسن حاجة. العلاقة دائما فيها شد وجذب، العلاقة دائما فيها توتر، قلق، مشاكل، فيها سيطرة وتحكم من الطرفين. لذلك الطاقة الهوائية معاكو او يعني طاقة برج الدلو، البيت الرابع هو بيت من البيوت المهمة جدا التي تتعلق بحياتك وامورك التي تتمثل في العصبيه او المطالبه بالحق. يعني انت خلال الفتره نحاول بقدر الامكان يوم 5 و6 انك تكون هادي الطباع، انك تكون، لان خلال المرحله منها ممكن ان يحدث معاك امور تثير اعصابك، تضايقك، ناس مستفزه كالمعتاد، ناس للاسف معاملتهم سيئه، ناس للاسف من الممكن تظهر على حقيقتها، وانت لن تكون في كامل الطاقه. لذلك يتطلب منكم اليوم أن تكونوا أكثر حكمة وأكثر صبرا. لكن على الجانب المالي أو العمل فأنت الأكثر حظا. يعني هي الفترة مقسومة لنصين كده، يعني الجزء المالي والعملي الأكثر حظا والأكثر توفيقا، لكن الجزء الذي يتعلق بالدائرة المقربة أو العائلة فأنت هتستخدم معهم خبرتك. ومن بداية المرحلة دي وبانتقالنا ليوم 7
اليوم الخطير بالقمر المكتمل والخسوف في بيتك الخامس. لكن خلينا في يوم 5 و6 في البداية هتبدأ انك تستخدم العقل والخبرة في امور والهدوء. يعني يجب ان انت يعني في اختبار ليك للهدوء، عشان كده بقول لازم تكون هادي خلال الفترة. اصحاب الخبرة واصحاب الهدوء هم اللي هيخرجوا من هذه المرحلة من يوم 5 ليوم 8. من يوم 5 ليوم 8 ايام صعبة جدا في التعامل، ايام محتاجة الذكاء الاجتماعي، ايام محتاجة الفطنة في التعامل وكيفية التعامل مع كل موقف ومع كل شخص. فترة من الفترات هتكتشف فيها قوتك الحقيقية، وايضا هتكتشف فيها امور مهمة. يجب ان تكون هادئ، يجب ان تكون تستقبل الامور بهدوء، مفيش عصبية، مفيش توتر. لذلك يوم 5 و6 الأمور تتعلق بالدائرة المقربة والعلاقات، ونحذر كثيرا من بعض العلاقات خاصة في العلاقات العاطفية، خاصة بداية من يوم 7. ليه يوم 7؟ يوم 7 القمر المكتمل مع خسوف في بيتك الخامس، بيت العلاقات والمال. هنا الخوف ليس على المال، وإن كان في تحذيرات من الأسرار أو ضياع الأموال أو التسرع في المشاريع أو صرف المال في أمور من الممكن أن تكون بمشكلة. لكن أتحدث هنا عن العلاقات العاطفية وعلاقاتك بشكل عام، لكن خاصة مشاعرك وعلاقاتك العاطفية. الفترة دي الكثيرين منكم هيكون على يقين باليقين، يعني على يقين بالصح والغلط. وعند خلال الفترة العقل يجب أن يتغلب على القلب، لأنك خلال المرحلة هتكتشف أمور على حقيقتها، نوايا على حقيقتها، ومشاعرك الحقيقية، ولديكم مواجهة كبيرة جدا، خاصة من ساءت معاه الأمور. القمر المكتمل مع الخسوف هو فترة من الفترات التي سيكون فيها كل شيء واضح، ولا تحتاج الفترة للكسوف. يعني قراراتك مش ما ينفعش ان انت تتحرك فيها، ما ينفعش، لانك بتشوف حقائق، بتشوف ناس على حقيقتها، بتشوف مشاعر حد على حقيقته. وايضا الفترة ستكون فيها خبرتك بتخرجك من حفرة انت كنت واقع فيها، سواء في علاقة، سواء في ناس حواليك، سواء في وضع أموالك في مكان هتسحبه، يعني فاضل فيها تراجعات عن أموال أنت دفعتها في شيء، أو إنك مش هتكمل مشروع بيتطلب دفع مال، أو هتوقف شراء أمر ما كنت عايز تشتريه. فترة مهمة في ده، فلذلك خبرتك استخدمها خلال اليومين، لأن القمر مكتمل مع الخسوف يسلط الضوء على الجوانب الخفية للعلاقات العاطفية وأيضا الأمور المالية اللي أنت داخل فيها. فترة مهمة جدا حياتك، والخبرة هتخرجك من الحفرة. هاي تاني التنويه الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك من كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقة والعلم بجد، العب قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة ساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك السنوات القادمة، السنوات الاكثر حظا كل حظا، كل شيء، ودي امانة وحياتك امانة. العب قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج العقرب جماعة الابراج دايما تكون بامن وامان. السلام عليكم.